مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد مع آدم للخياطة والمشاريع المربحة. كما راكم تشوفوا من العنوان تاع الفيديو، اليوم عندنا طريقة تفصيل وخياطة كاسة الصابون أو الليفة خاص بالعرائس، ولا تقدري تعتمديه كمشروع مربح. اللي هنا عندي قطعة فيها نصف متر من هذيك الشبيكة ونصف متر ملاواط، ناخدو منها قطعة صغيرة فيها 30 على 25 سنتيمتر في الشبيكة والقماش. اما بالنسبه للاواط نكترو، ما نديروش حاجه حدو قدو. نوزن بقطعه قماش ولاواط على حسب الشبيكه السوداء، والقماش اللي متزايد عندك هو اللي تخدمي به. اي قماش يكون متوفر عندك تقدري تدخلي به مشروع يربحك مصارفه شابه. ما تنسوش تقصوا الجوانب الزياده في القطعه بهذه الطريقه، ومن بعد نجيبوا المسطره والطبشور ونرسموا خطوط متقاطعة بهذا الشكل. بعد الخياطة نجيب قطعة قماش تاع اليد ونخيطها على شكل بيي، هي اللي راح تفيني لنا الخدمة تاعنا عند اليد بهذا الشكل. ونوزنو على حساب 9 سنتيمتر ونقص هذيك القطعة. نقصوا هاد القطعة كامل، والطول تاعها يكون على حساب العرض تاع القطعة. نثبتوها بالدبابيس كما راكم تشوفوا، وندوها لآلة الخياطة ونخيطو تثبيتها في الأول وتثبيتها في الأخير كما عودتكم، ونخيطو على بعد 1.5 سنتيمتر. من بعدها نقلبوا هذيك القطعة ونخدموها على شكل بيي باش نفينو الخدمة تاعنا بهذا الشكل. اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس وتبارطاجي مع حبيبتها، وخلوا لنا أهم تساؤلاتكم في خانة التعليقات. نقلبوا الليفة تاعنا ونخيطوها من الجوانب، نقصوا الزيادة ونتحصلوا على هذه الليفة الجميلة والرائعة. الآن بالنسبة للتزيين راح يكون اختياري، أنا لهنا خدمتها سامبل، وفي البداية تاع الفيديو راكم شفتوا باللي خدمت تاع عرائس، يعني التزيين يبقى اختياري. بالنسبة لسعر البيع عندكم من 10,000 ل 15,000، وكاين اللي يبيعوها 8,000. هذه في السامبل. إذا كنتوا دايرين لها تزيين عندكم 10,000 حتى 15,000، واعتمدوها كمشروع مربح. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم.